الشاعر عباس الدياب. طبعا المقابلة مع الأستاذ أيوب طارش، الوالد الكبير، فنان يمن الكبير الأستاذ أيوب طارش. كيف أنت أستاذ أيوب؟ وفين هتسافر هذه المرة؟ ما أقدر أقول لك يعني إن أنا هسافر، ولكن إذا كتبت السفرة سافرنا لأي جهة يعني من العلاج. يعني كيف صحتك؟ تمام؟ الحمد لله على كل حال، لكن أم الأولاد تعبانة طبعا. والفن خلص لهنا ولا عادك هتواصل؟ الفن عادك ها؟ هتواصل ولا خلاص؟ والله أقدر أقول لك هذا الفن يعني يجري في دمنا، يعني زي ما تقول مجرى الدم يعني. يعني هو اللي يأمر الواحد الفن، ليش أنت اللي تأمره؟ نعم نعم، هذه هواية يعني لا أستطيع أن أتحكم فيها يعني كذا بمزاجي يعني. وأستاذ أيوب، هل اسمه الكلمات هذوك حق الشاعر عباس الديلمي في مزهرية تروحي زرعت الوفاء، كيف لو واحد يلحن الموسيقى هذا؟ هل تناسب الموسيقى؟ طبعا كل حاجة تصلح لها الموسيقى، كل شيء يصلح له الموسيقى يعني. بس لازم يكون الشخص الذي يعني يعمل التوزيع الموسيقي يكون شخص يعني متفهم يعني لطابع الأغنية وطابع الفنان، وما يخرجهاش يعني عن طابعها، يعني لا يزيده ولا يظلمه، يجيب لها حقها، يزيدها جمالا حلاوة حلاوة، لكن انه يعني والأغنية هذيك عزفت الموسيقى يعني تمام حق أجمل الألحان، يعني جمعت الجبال الشامخة حق اليمن لداخلته، جبل عيبان وجبل صبر وجبل سامع. نعم، هذه هي من الألحان زميلي أحمد راوح. نعم. كلماته وألحانه أنا أعتقد. لا الكلمات هي 3 شعراء يعني. كان الجنيدي هو الذي أنا نقول استشرته يعني في بعض كلماتها وعدل يعني فيها بعض الأشياء، لكن الذي كتبوا كلماتها واحد اسمه الحضراني وواحد اسمه الشلبي. أيوة. والأخير كمان الجنيدي. الحضراني الذي أدي حق لقاء الأحبة. نعم. هو ما فيش معه الله قد مات هو. أيوة قد توفى، ما معه إلا في هذه عندي أنا. هو ما بقول لي والشاعر هذاك علي عبد الرحمن جحات ما فيش معه إلا إلي تنتهي. إيش الثاني؟ الثانية اللي تقول كاذي شباط. هذيك له. كاذي شباط. كاذي شباط خارج. أيوة. وهذيك مسكن الحب. اسكت أبيضك في الجوانب. أستاذ أيوب، هل تذكر يعني كم عدد الأغاني حقه؟ لا ما أذكر شيء، لكن قد أنا نزلتهم في كتيب وكذا، وإن شاء الله يصل إليكم يعني. إن شاء الله. يعني أنا قد قرأت بالجريدة قدام سنوات هكذا في مع كتاب الفضل الأطلع عبد الوهاب اسمه الظماء العاطفي. هذا للفضل. الأديب اسمه الذي طلعه يعني واحد صديقه يعني في الحديدة، محي الدين. أيوة بس كتبه يعني على من علق عليها يعني كذا، أخذ يعني زي ما تقول الكلمات المغناة لعبد الله عبد الوهاب نعمان وأضاف إليها تعليقاته. تمام. ورؤيته وهكذا في معاني الكلمات وأبعادها وغيرها، ولكن مش كل حاجة يعني ما فيش كل شيء. تمام. بس أنا الذي بطلع الكتاب هذا يعني يحوي زي ما تقول الأغاني كلها الذي غنيتها سواء للفضول أو لغير الفضول يعني الأغاني حقك كانت